السلام عليكم. في ناس كتير جدا ما تعرفش ان في المعهد العالي للفنون المسرحيه بالاسكندريه ان في قسم ديكور. في ناس تعرف ان في قسم ديكور في الجيزه، ولكن في اسكندريه المشهور اكتر هو قسم التمثيل. فجبنا النهارده مارينا مجدي عشان تعرفنا الاول على نفسها وعشان تشرح لنا ايه هو قسم الديكور، ونسالها شويه اسئله ناس كتير جدا ممكن تبقى عايزه ان هي تعرفها، وناس كتير جدا ممكن لما تعرف تحب ان هي تقدم، او لما تعرف تحب ان هي تطلع على الموضوع ممكن يبقى ده هدفها او شغفها وهي ما تعرفش. فاول سؤال طبعا يا مارينا، الاول عرفينا بنفسك. اسمي مارينا مجدي حلمي، طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، في الفرقة الرابعة قسم ديكور. بعمل عروض كتير اغلبها مكياج عشان انا دي اكتر حاجه بحبها، واشتغلت ديكور وبساعد مع ناس ديكور كتير، وعملت ملابس وحاجات شويه مختلفه. طيب حلو جدا. يعني ايه قسم ديكور اصلا؟ ديكور في المسرح مختلف جدا عن الديكور العادي او ديكور السينما او اي ديكور. يعني مثلا ديكور الشقق مختلف عن ديكور المسرح، مختلف عن العماره، يعني كل حاجه مختلفه لوحدها. ديكور المسرح عندنا بنعتمد اكتر على الحاجات اللي هي مش واقعيه، ان احنا بنعمل بدل ما بنبني بيت حقيقي على المسرح، لا بنبنيه بحاجات تاني اخف زي الفل الخشب الحاجات دي. زي الفل. طيب هل اي حد يقدر ان هو يقدم في قسم الديكور ولا ناس معينه؟ قسم الديكور عشان اقدم فيه لازم اكون طالب في الثانويه العامه، ويكون المجموع مش عائق قوي، لان هما بياخدوا من مجموع قليل، ممكن 60%، وساعات كانت بتنزل 55 على حسب التنسيق اللي هما بينزلوه. فالمجموع مش عائق زي كليات فنيه كتير، بس بيبقى فيه امتحانات قدرات محتاجه حد فنان شويه، ان هو بيمتحن في انواع كتير قوي من الرسم، فلازم يكون عارف انواع كتير من الرسم قبل ما يدخل عشان امتحان القدرات. لازم يكون طالب ثانويه عامه، ما ينفعش غير ثانويه عامه، وبس ما ينزلش عن المجموع اللي هو نازل معانا على الجدول، وما يعديش سن ال 26 سنه لو هو خريج من جامعه نظريه. لو جامعة عملية زي مثلا هندسة فنون جميلة ما ينفعش يعدي 27 سنة، ولو كلية طب يعني ما يعديش ال 28 سنة. زي الفل جدا. طيب ايه هي اصلا اختبارات قسم الديكور في المعهد العالي للفنون المسرحيه بالاسكندريه؟ اختبارات قسم ديكور في المعهد العالي المفروض ان احنا بنبقى عارفين انواع كتير من الرسم، زي الرصاص بالتظليل بتاعه، الالوان، الوان ميه، اغلب شغلنا الوان ميه، مفيش الوان زيت. لازم اكون عارف برضو الوان الميه ودرجاتها، وازاي اقدر اسيح اللون واعمل لوحه سواء طبيعه صامته او رسم عام بالوان نوعا ما شبه منسقه جدا بالالوان بتاعتها. فلازم يبقى عندي خلفيه كبيره شويه عن الرصاص والتظليل، الالوان الميه وازاي استخدمها وازاي امسك الفرشه. ممكن شويه برضه عندنا امتحان تكوين وتشكيل، ده بيبقى عباره عن ورق زي القص واللزق اللي كان بتاع اعدادي، بس برضه بيطلب مننا شكل او تصميم بنحاول نطلعه من الورق. وفي طبعا امتحان بيبقى رسم عام، بيبقى مجرد موضوع الدكتور اللي حاطط الامتحان هو اللي بيحدده، سواء هيكون رسم رصاص او الوان. لازم نكونوا عارفين الحاجتين دول. وفي عندنا كمان رسم منظور، لازم ابقى عارف المنظور من نقطه واحده والنقطتين، عشان امتحان القدرات بيبقى على يومين او 3، وبيبقى فيه حته من كل نوع رسم. لازم على الاقل يبقى عندي مثلا بنسبه 50% من كل نوع رسم معلومات عنه. طب سؤال مهم بقى تاني، هو ايه اصلا الفرق ما بين موازي ومعتمد في الدراسه؟ الفرق ما بين النظام المعتمد والموازي ان هو المعتمد هو مسموح فيه كل الشروط، ان هو ثانويه عامه، دخل مجموعه مظبوط، ما عداش السن، ودخل امتحان القدرات واتقبل. لكن الموازي بيبقى عنده اللي عنده ازمه في شرط من الشروط دي، ان هو ممكن يكون كبير شويه في السن، او مش ثانويه عامه، او المجموع اللي جايبه في ثانويه عامه اقل من المجموع المطلوب، فده بيقدم موازي. ده بس بيكون مش مدعم، يعني اللي هو بيبقى دافع مصاريف الدراسه كلها، بس بياخد نفس اللي بيدرسه المعتمد. طيب دلوقتي لو حد قدم وما اتقبلش وهو ما عندوش المقدره يعني ان هو يدخل الموازي، ايه اللي ممكن يعمله برضه على الجانب الاخر يكون بيطور من نفسه في الديكور بشكل عام؟
لو حد معرفش يدخل وحصل معاه ظروف وهو قدم كذا مرة وما تقبلش، عادي، دي مش آخر الدنيا، لا، ممكن واحدة واحدة يبدأ يتعلم واحدة واحدة من بره. بس يخلي باله ان هو ما يتعلمش من مكان غلط. يعني اغلب الدكاترة عندنا هنا في كل مهرجان كبير بيعملوا ورش فنية بيبقى فيها دكاترة من المعهد بيدرسوا او بيقولوا خبراتهم عن الديكور. فده ممكن يجرب في ان هو مثلا يشتغل في عروض تجاريه او يشتغل في اصول الثقافه. هيبدا يشوف مهندسين ديكور شغالين، يشوف الطريقه اللي هما بيشتغلوا بيها، ينزل يشتغل تنفيذ كتير مع الناس المتخصصه اللي بتعمل ديكور، يبدا يتعلم منهم واحده واحده كهاوي. الطريق هيبقى صعب عليه شويه علشان الحاجه مش بياخدها بطريقه اسهل، بس مش مهم، عادي، هيوصل للمعلومات. اي حد عايز يوصل لاي حاجه بيعرفها. في ناس كتير ممكن ان هي تدخل في الديكور وتشتغل، ولكن واحده واحده هل ممكن مع القعده وبطل شغل الموهبه بتاعتها تقل، ولا الموهبه ما بتقلش وبتفضل زي ما هي؟ ما اعتقدش ان الموهبه ممكن تقل. عامه احنا طول ما احنا مهتمين بالفن وبنشتغل هتلاقي غصب عننا بنفضل نبص على الحاجات اللي حوالينا بشكل عين فنان، بنشوف كل حاجه حوالينا ان دي ازاي تنفع في الفن. حتى لو انا مش شغال دلوقتي انا هبدا افكر لو انا مثلا جالي عرض وفي الحته دي ممكن هعملها بشكل ايه. لو عدى قدامي مثلا شكل بيت كويس وعجبني منظره فببدا افكر غصب عني اني لو مثلا جالي مسرحيه عايزه اعمل فيها بيت شبه ده هبدا استخدم فيها ايه. غصب عني انا كفنان مهتم جدا بديكور المسرح او الفن عامه ببدا افكر في كل حاجه حواليا ازاي ممكن انفذها على المسرح. فما اعتقدش ان الموهبه ممكن تقل، بس يستحسن ما اعملش ده. حتى لو انا مش شغال او مش جايلي عروض ممكن انزل مع تنفيذ مع ناس شغاله دلوقتي وجايلها عروض، فهبدا اخد خبرات بان انا بتعرف على افكار ناس جديده وبشوف اللي شغالين بيفكروا ازاي عشان ازود لافكاري انا كمان. في ناس ما تعرفش ايه اهميه ورشه الديكور، فيعني لو تعرفينا ايه اهميه الورش بشكل عام والورشه في الديكور، عشان ناس كتير ما تعرفش القيمه اللي بتخرج من الورشه، فايه هي اصلا اهميه ورشه الديكور؟ اهميه الورش ان هي دايما بترجع عندي المعلومات حتى لو انا عارفها. لو رحت ورشه ولقيت الناس حواليا شغاله ده هيشجعني جدا ان انا اشتغل. ما بقاش انا قاعد اصل انا عارف المعلومات كلها وانا مش عايزه اشتغل، بس غصب عني ساعات بتوه عني حاجات. لكن الورش دايما بتجدد معلوماتنا. فكره ان احنا نحضر ورش لدكاتره كبار دي حاجه جميله جدا، ان هم بيفيدونا بخبراتهم، ان هم عدوا بحاجات كتير قوي من اللي احنا عدينا فيها. فبدل ما نتعب ونقعد نجرب الحاجات دي من اول وجديد، لا، انا لما اروح اشوف حد دكتور كبير بيقول لي ان انا عملت الغلطه دي فانا هبدا اخد من اللي وصل له واكمل، بدل ما ابدا ارجع من الاول واشتغل انا. فالورش مهمه جدا ان هي دايما تفكرنا باللي احنا عارفينه وتزود على خبراتنا خبرات. سؤال صغير، الدراسه اصلا صعبه ولا سهله؟ مفيش حاجه اسمها الدراسه صعبه ولا سهله. الدراسه في كل مكان ممكن تبقى صعبه على حد او سهله على حد. انا لو مهتم جدا وعايز اعرف هتلاقيني انا مش مكتفي حتى بالدراسه بس، هبقى محتاج اسال ومحتاج اعرف. لكن لو انا مش جايه معايا وداخل المكان ده بس اخد شهاده وخلاص هتعب جدا جدا. حتى لو انا مش فنان او مش مهتم بالفن بشكل عام هتعب جدا، لان كل حاجه موجوده هنا في الدراسه محتاجه سعي منك وتدور وتعرف. الدكاتره هيدولك مفتاح الحاجه بس مش هيدولك المعلومه في معلقه، لا، لازم انت اللي تدور ولازم انت اللي تكتشف الحاجات الزياده. والدكاتره عندنا هنا بيقولوا لنا سالوني عايزين تعرفوا ايه، فلازم انا اقعد ادور وافكر، والحاجات اللي تقف معايا ابدا اسال فيها واعمل الحاجات اللي الدكاتره بيدوهاني وهم بيدوني اول بدايه المشوار، وبعد كده انا بكمل فيه وانا اللي بدور واسال واسعى عشان ابقى مميز عن الناس اللي حواليا. طيب، في ناس كتير بتفكر هو ايه اصعب حاجه ممكن يواجهوها في قسم الديكور، او بعد ما يتخرجوا في الشغل بقى اللي على الارض الواقع في المسرح او في المشاهدات او في الدنيا دي بشكل عام، ايه اصعب حاجه اللي شغال في الديكور ممكن يواجهها؟ ممكن اصعب حاجه في قسم الديكور ان انا دايما طول الوقت محتاجه ادور على النص او الفكره او المخرج اللي يدور على فكره بره الصندوق تظهر بيها شغلي. لاني في العادي انا كحد مهتم جدا بالفن ومهتم ان انا اظهر نفسي بشكل كويس بشكل مميز،
هبقى محتاج ان انا دايما يبقى فيا لمسه مميزه. الناس لما تيجي ما تحسش ان انا شفت الديكور ده قبل كده، او شفت الملابس دي قبل كده، او شفت عامه الحاله دي قبل كده. فدايما بنحاول نفكر بره الصندوق. في حاجات برضو بتبقى اصعب شويه على البنات، لان البنات بيبقى عندهم برضو شغل الديكور، ان احنا ممكن ساعات بنبات في المسرح او بنقعد وقت كبير قوي في المسرح متاخر بالليل، زائد المعامله مع العمال عامه. لازم ابقى عارفه كل حاجه كويس جدا علشان العامل اللي انا شغاله معاه ده اقدر اوجهه كويس، وما يبقاش انا باينه قدامه ان انا مش عارفه اعمل الحاجه دي. زائد السفر الكتير، ممكن احتاج ان انا اسافر في اكتر من عرض، لان في عروض بتتصاعد بنروح بيها محافظات، او ممكن يكون في سفر بره مصر. دي برضو حاجات ممكن تبقى صعبه شويه، ان البنات عامه موافقه الاهل. والله يا مارينا شكرا جدا بجد، استفدنا منك كتير جدا، وانا استفدت شخصيا من حاجات كتير جدا ما كنتش عارفها. ولكن محتاجين بقى نصيحه او نصيحتين كده في الختام تقوليهم لاي حد حابب ان هو يدخل قسم ديكور، او اي حد اوريدي كده اصلا بيدرس ديكور. نصيحه بشكل عام ليه، ايه اللي ممكن تنصحيه بيه؟ النصايح دايما هنصح اي حد ان هو دايما يخلي نظرته نظرة فنان، ان هو دايما يبص للحاجات اللي حواليه وياخد منها افكار عشان دايما يكون متميز. انصحه ان هو يهتم كويس جدا، ما يستناش ان الناس اللي قدامه هي اللي تديله المعلومه كلها كامله. لا طبعا مفيش حد هيديلك المعلومه كامله، لازم انت اللي تدور، ولازم انت اللي تعرف، لازم انت اللي تكتشف كل الحاجات اللي حواليك، لان انت لما تكتشفها هتحط فيها لمستك وهتكون شكلها مميز بيك. فلازم انت اللي تكون مهتم ان انت تدور وتسأل وتسعى في موضوع ان انت تبقى مميز ومهندس ديكور شاطر. وبالتوفيق للجميع. طيب في النهايه حابب اشكر مارينا جدا، شكرا على المعلومات القيمه دي، بجد انا استفدت جدا، واعتقد ان الناس كتير جدا استفادت، لان كمان مفيش فيديوهات بتتكلم عن ديكور، قسم ديكور او الديكور بشكل عام، والمعهد العالي للفنون المسرحيه في الاسكندريه قسم ديكور، مفيش حد بيتكلم عن الموضوع ده. فاعتقد ان بجد الناس هتستفاد جدا، وشكرا. واي حد حابب ان هو يتواصل مع مارينا عشان يسال عن مثلا يبتدي ورش تاهيل وورش اعداد في الديكور وفي المكياج، فهنبقى نعمل فيديو قريب كمان عن المكياج المسرح ومكياج السينما بشكل عام. اي حد حابب ان هو يتواصل معاها لاي استشاره، اللي حابب ان هو ياخد معاها ورشه، حابب ان هو يسال اي سؤال، هسيب لينك الفيسبوك والانستجرام بتاعها في الديسكريبشن تحت. وشكرا لمتابعتكم، السلام عليكم.